عليه فرفع لي قصر عظيم أزهر، قصر منور جميل رأيته، ورأيت أطفالا صغارا ينادون على ابنتي ويقولون أبوك أبوك، بنته اللي ماتت امبارح. فنظرت البنت من شرفة هذا القصر ثم نزلت، يقول فقالت للتنين هكذا فرجع، ابعد بعد. قال فالتفتت إلي وضربت لحيتي وصدري وقالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فقلت يا بنيتي وتعرفون القرآن؟ قالت نحفظه أفضل منكم. قلت يا بنيتي ما هذا التنين؟ قالت أي أبا إنه عملك السيء كبر حتى كاد أن يهلكك. قلت ومن هذا الرجل العجوز الصالح؟ قالت هو عملك الصالح ضعيف ما استطاع أن يناهض عملك السوء. ثم ضربت لحيتي وصدري وقالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فاستيقظت من نومي فزعا فسمعت المؤذن. شوف النقلة دي، سمعت المؤذن فانطلقت إلى المسجد وتوضأت وصليت وقمت في الصف، فقرأ الإمام الفاتحة ثم عقبها بقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال فظننت والله أنه يخاطبني أنا من دون السامعين، فكانت توبة مالك بن دينار كلمه القبر، بلغ الرجل القبر الجماد كلم مالك. قال أتيت المقبرة فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه وأين المزكي إذا ما افتخر؟ قال مالك فسمعت صوتا ولم أرى شخصا يقول تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس قضوا أما لك فيما ترى معتبر.